النقطة المهمة مؤامرة على جمهور الزمالك او مؤامرة على الزمالك. بسم الله. بص يا سيدي، ايه هي المؤامرة؟ يقول لك اصل في اعلانات بتحصل على كل القنوات وبتقول يلا يا اهلي، اتصالات بتعمل وفودافون بتعمل، كل حاجة شيبس بيع، كل حاجة اهلي. طب انت لما تيجي تتكلم على الشعبية هنا والشعبية هنا، انا دلوقتي يا عم داخل بيزنس، انا ماليش دعوة بانتمائي، انا هرمي انتمائي لان انا انتمائي مش هياكلني عيش، ولكن اللي هياكلني عيش الشعبية. فهنا كشركة انا داخل كشعبية، بالنسبة كشركة داخل اعمل ايه؟ هشوف ايه اللي هيقدر يكسبني. فايه اللي هيقدر يكسبني؟ المنظومة الانجح، المنظومة اللي بتشارك في بطولات اكتر. فاللي هيقدر يكسبني انا كشركة المنظومة اللي بتظهر في محافل عالميه وبره مصر اكتر. فمين اللي بيظهر اكتر؟ النادي الاهلي. بيروح يلف العالم في بطوله كاس العالم للانديه، بيلعب دوري ابطال افريقيا، بيوصل للمحافل النهائيه وفاينل، وكل العالم بيشوف الكلام ده كله. الاهلي اللي بياخد بطولات وبينافس في كل الالعاب الرياضيه والجماعيه، يعني بتتكلم في سله بيروح يلعب بره، في يد بيروح يلعب بره. فانا هنا بسوق للمنتج بتاعي في كذا دولة وفي دول كتير حول العالم. مش هلعب في مصر بس، مش هلعب على المنتج المحلي والمواطن والشعب المصري فقط. هنا الماركتنج، هنا التسويق العبقري اللي بيقدر اي شركة انا هشتغل على الحتة دي. فيجي واحد يقول لك اصل الاعلانات فيها يلا يا اهلي ومش عارف ايه. طب يلا يا اهلي، طب ما هو طبيعي الشركة عاوزة تكسب فهتروح للشعبية الأكتر. الشعبية الأكتر هو النادي الأهلي. مين اللي بيظهر أكتر بره دول العالم؟ فهتلاقي النادي الأهلي. فالطبيعي إن هروح أنا كشركة للنادي الأهلي. فأنت هنا كزملكاوي فين المؤامرة في كده؟ دي شركة وإعلانات بتدفع للمحطات التلفزيونية علشان يعملوا إعلانات ليهم. فهنا برضو فين المؤامرة؟ هتيجي تقول لي أصل المنظومة وعاوزة الأهلي يكسب ومش عارف إيه وظلم حكام. هقول لك ما هو برضو إحنا كزمالك في بعض المباريات بنكسب بالتحكيم. مش هقول لك بنكسب بالتحكيم، ولكن بنكسب باخطاء تحكيميه، والاخطاء التحكيميه موجوده هنا وهنا. ولكن في بعض الاحيان بتلاقي النادي الاهلي بيخسر بالتحكيم عن عمد في 2 دوري لو نفتكر، ماتشات كتيره جدا مش معقوله، اخطاء تحكيميه مهوله، ما تعرفش ايه اللي بيحصل، الحكام عاميه ما بتشوفش. ولكن في النهايه انت هنا اخطاء وهنا اخطاء في النهايه اول عن اخر. ولكن كنظريه مؤامره فده كلام خارج عن المنطق وعن العقل، ملوش اي قيمه. ولكن هنا زي ما قلت لك وبسطها لك، انت داخل كشركه عاوز الشركه بتاعتك منتجها يتسوق في اكتر من دوله او اكتر من حته، هروح للمنظومه اللي بتقدر تروح الدول دي. فمين المنظومه اللي بتقدر تلعب في كل المحافل؟ النادي الاهلي. كفايه عظمه لحد كده. رايكم في الكومنتات عن الحلقه النهارده، واستنوني في حلقات جايه كتير. سلام.